برباعية مثالية ممتازة من الأهلي ومن كولر. النهاردة قدر يعمل ماتش بنتيجة وبأداء، وقدر يكسب الفوز العاشر على التوالي للأهلي في ظرف الماتشات اللي كانت مؤجلة ليك، وفي ظل إنك بتضغط دلوقتي على بيراميدز. ففوز مهم، والفوز ورا التاني دي حاجة كويسة إنك بتضغط على بيراميدز. مع أي تعثر ليهم أنت بتقدر يعني تبقى أول دوري وتنافس وتزود تزود نقطك وفرصك في الحصول على الدوري ال 44 او تقريبا 45، مش فاكر عامة هي الاهلي معاه كام دوري. آه المهم النهارده الاهلي بدأ الماتش بطريقة كويسة، في ضغط عالي، في استحواذ، في نقل للكورة. بتروح كتير منطقة جزاء طلايع بكل سهولة وبأريحية. آه يحصل فاول في الدقيقة 11، حسين الشحات ينفذ كده الكورة كويسة جدا لأكرم جوه المنطقة، يسدد الكورة تخبط في المدافع، ترد تيجي قدام طاهر اللي خلصها يعني فينش كويس. هدف جه في الدقيقة 11. أول ربع ساعة فتح لك مساحات في الملعب كتير. زودت انت الضغط على الطلايع. فبقيت مستحوذ في الملعب بشكل كويس جدا، وبتروح بهجمات اخطر وعايز تجيب التاني، ودي حاجة كويسة انك عايز تخلص الماتش بدري بدري وتريح نفسك وتلعب يعتبر على الواقف يعني. وبعدين الأهلي يفضل ضاغط وبيروح بكور كتير وتسديدات وفرص كتير. وتيجي الدقيقة 38 كريم فؤاد يلم اللعيب مدافع لمة كويسة جدا ويلعب الكرة لجوه المنطقة، يسندها السولية سندة كويسة جدا ناحية حسين الشحات اللي لعبها لوسام. وسام يشوطها بس ترد في ظهر المدافع وترجع لعمرو السولية اللي جت قدامه وحط الكرة جون. بقى 2-0، بقى ليك أريحية أكتر، بقيت أنت مرتاح في النتيجة، بقيت مرتاح في اللعب، بقيت يعني النتيجة يعتبر خلاص أنت حسمت الماتش خلاص، وبقيت اللي هو يعني بتلعب بقى لعبك اللي هو تمرر بقى تعمل تمريرات، تلعب لعبك اللي هو على الهادي يعني، لأنك خلاص حسمت الماتش. بعدين الأهلي يكمل ضغط لحد ما يجي الجون التالت عن طريق عرضية ممتازة من حسين الشحات اللي لعبها لمنعم، اللي بقى أخيرا مبقاش يسجل بالدماغ، أهو سجل برجله. جون تالت. خلصت الماتش أنت بنسبة 100%. نزلت أنت الشوط التاني خلاص مرتاح، النتيجة محسومة، النتيجة ريحتك كتير، فنزلت يعتبر بقيت تلعب أدائك اللي هو العادي يعني كده. بعدين بيحصل ضربة جزاء على الأهلي، قدر الشناوي يصدها والحمد لله خرجنا أخيرا بكلين شيت. اخر فتره يعتبر خرجنا باتنين كلين شيت بس يعني، يعني يعتبر الشناوي يعني اتمنى المستوى الكره دي تديله ثقه تاني اللي هو يرجع لمستواه، ويرجع الشناوي اللي احنا عارفينه اللي هو تصدياته اسطوريه ولها يعني ذكريات معانا وياما حسم البطولات. آه، بعدين يفضل يرجع الاهلي يضغط تاني، يروح بكور كتير لحد ما تيجي ضربة جزاء. يدخل طاهر يدخل طاهر يشطحها في السما. يعني هو بغض النظر عن الكرة دي، بس هو يعتبر كان عامل ماتش كويس، والماتش اللي فات يعني بقى له مباراتين كويس يعني. يعني المفروض نشيد بيه ونشيد بالأداء اللي قدم الماتشين اللي فاتت، برغم إن هو ضيع ضربة جزاء. بس يعتبر كان نفسه أسامة هو اللي يدخل اللي ينفذ ضربة الجزاء دي عشان تديله ثقة أكتر، والمهاجم بتاعك يعني كان محتاج ساعتها إن هو يسجل. بس تتعوض بقى في الدقيقة 94. طاهر يلعب ثرو عالمي كده، ثرو لوب كده عالمي لوسام اللي ياخدها فينش من أول مرة. مفيش أروع ولا أحسن من كده. يعني فايدة وميزة إن يبقى عندك مهاجم بيسجل بطرق كويسة، وبطرق اللي هي يعني مهاجم يعتبر بمعنى الكلمة كده صايع كورة، محترف، بيعرف ازاي يخلص الفرص، بيعرف حتى لو كرة صعبة يعرف يتعامل معاها ازاي، يسجل ازاي. يعني مهاجم عارف مهام أساسيات المكان بتاعه يعني، أو المركز بتاعه. فدي حاجة كويسة جدا، وفرحت إن وسام يعني يسجل الماتش اللي فات، صنع اللي هو يعني في ثقة كده للعيب بتاعك والمهاجم بتاعك الأساسي دلوقتي، في ظل إن خلاص كهربا بيقولوا ممكن يمشي في آخر الموسم. فدي حاجة كويسة، المهاجم بتاعك بياخد ثقة أكتر. نفسي بقى الماتشات الجاية مثلا لو جات لك ضربة جزاء وكده تخلي المهاجم بتاعك هو اللي يدخل،
عشان مثلا يعني الثقة بتاعته تبقى عالية أكتر ويفيدك أكتر من كده. وسام النهاردة كان تحركاته أكتر من رائعة. بيتحرك كويس، بيفضي مساحات لنفسه، بيدي فرص كتير لزمايله في تفضية المساحات ديت، فبيبقى في مثلا أفضلية لحسين. لما وسام مثلا بيبقى في العمق بيسحب معاه مدافع أو اتنين، فدي بتبقى حاجة كويسة جدا. فوز كان مهم جدا للنادي الأهلي. 3 نقط مهمة تزودك في ماتشات الدوري الجاية، تزودك معنويا، تزودك إنك يعني تحسم الدوري بإذن الله في الماتشات الجاية. كل الدعم للنادي الأهلي في اللي جاي. السلام عليكم.